السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم استاذة زينب السيد، مدرس اول مادة الدراسات الاجتماعية. النهاردة ان شاء الله هناخد الدرس الاول للصف الاول الاعدادي، ترم اول منهج الجديد. تمام يا شباب؟ هنقول بسم الله كده مع بعض، والناس تركز معايا عشان انا بسأل طول الحصة، فالناس تركز من فضلكم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنتكلم النهارده عن قارة أفريقيا. دي القارة اللي علينا بإذن الله تعالى، ودي القارة اللي احنا عايشين فيها. تمام كده؟ هنتكلم عن قارة أفريقيا. هنتكلم في ايه عن قارة أفريقيا؟ أول حاجة هنتكلم عن الموقع، تمام؟ والكشوف الجغرافية. هو ايه الموقع ده يا ميس؟ هقول لك. عندي نوعين من الموقع، ايه هما؟ عندي موقع فلكي وعندي موقع جغرافي. يبقى عندي موقع جغرافي زي ما انت شايف كده، وموقع ايه؟ فلكي. قبل ما اشتغل في الموقع بتاعي لازم ابقى عارف شويه حاجات عن قاره افريقيا، القاره اللي احنا عايشين فيها. ايه قاره افريقيا دي؟ اول حاجه، قاره افريقيا من قارات العالم القديم. تمام. طب هتفيدني بايه دي؟ هقول لك بتيجي في الامتحانات. اكمل صح وغلط. اقول لك مثلا قاره افريقيا من قارات العالم القديم، صح ولا غلط؟ هقول له صح. طب قاره افريقيا من قارات العالم الجديد، صح ولا غلط؟ هقول له غلط. يبقى انا لازم ابقى عارف ان قاره افريقيا من قارات العالم القديم. تمام. طب ايه اصلا قارات العالم القديم يا شباب؟ حد يعرف؟ اللي يعرف يجاوب عليا. بصوا يا شباب، قارات العالم القديم هي اسيا، اوروبا، افريقيا. يبقى عندي قارات العالم القديم ثلاثه، هي اسيا واوروبا وافريقيا. وافريقيا من قارات العالم القديم. طب افريقيا دي بتقع فين؟ افريقيا دي بتقع في وسط قارات العالم القديم. بتقع فين؟ في النص. يعني انت مثلا عندك هنا كده، لو الخريطه يعني كامله عندك، هتبقى هنا كده اوروبا، تمام، وهتبقى هنا كده اسيا، وهي في قلبها في النص. تمام. طب مساحتها قد ايه؟ 20%. يبقى عندي اول حاجه لازم اعرفها ان قاره افريقيا من قارات العالم القديم. قاره افريقيا موجوده في وسط القارات العالم القديم اللي هي اسيا واوروبا وافريقيا، ومساحتها 20%. طيب هي بالنسبه للمساحه، هقول له تاني قارات العالم بعد مين؟ بعد اسيا. وعلى فكره هي تاني قارات العالم في المساحه وفي عدد السكان. يبقى انا عندي قاره افريقيا تاني قارات العالم من حيث المساحه ومن حيث عدد الايه؟ السكان. يبقى انا عندي قاره افريقيا من قارات العالم القديم، بتقع في وسط قارات العالم القديم، تاني قارات من حيث المساحه وعدد السكان. طيب هنتكلم بقى عن درسنا النهارده اللي هو ايه؟ الموقع. الموقع بالنسبه لقاره افريقيا، احنا قلنا زي ما قلنا من شويه ان احنا عندنا نوعين من المواقع، اللي هو الجغرافي اللي انا بشوفه، يعني مثلا انت بيت حضرتك جنبي ايه؟ قدامي ايه؟ الشارع ده اسمه ايه؟ ده الجغرافي اللي هو موجود على ارض الواقع. لكن الفلكي ده بيبقى وهمي، موجود على خريطه ورقيه او غيره، او من الكرتون مثلا، والعلماء بيحطوا فيها القارات والاماكن عشان اعرف اللي انا اوصل لها بسهوله. تمام كده؟ يبقى عندي الموقع الفلكي ده الموقع وهمي، العلماء هم اللي عملوه، اللي موجود على الخريطه عندك. طيب اول حاجه هناخدوها ايه يا شباب؟ هناخده الموقع الجغرافي. تمام. لو انت باصص للخريطه اللي عندي كده وانت باصص لها على ايدك اليمين، ده الايه؟ الشرق. يبقى انت من المنطقه دي كده، يبقى على ايدك اليمين وانت باصص للخريطه ده الشرق. طب بيحط افريقيا من الشرق ايه لو انت باصص كده؟ حد يعرف دي ايه؟ ده البحر الاحمر. يبقى عندي من الشرق البحر الاحمر. تمام. وفي ايه؟ في هنا محيط. المحيط ده اسمه ايه؟ المحيط الهندي. يبقى انا عندي من الشرق بالنسبه لقاره افريقيا عندي البحر الاحمر والمحيط الهندي. تمام كده؟ يبقى عندي البحر الاحمر والمحيط الهندي. تمام. طب بالنسبه للغرب اللي هو من المنطقه دي كده، بالنسبه للغرب عندي المحيط الاطلنطي. يبقى الغرب هنا كده المحيط الاطلنطي. طب بالنسبه للشمال زي ما انت شايف كده البحر الايه؟ المتوسط. تمام. طيب البحر الاحمر ده بيفصل افريقيا عن مين؟ بيفصل افريقيا عن اسيا. هنا كده في قاره اسيا، وهنا فوق كده في قاره اوروبا. تمام. يبقى انا عندي هنا البحر الاحمر بيفصل افريقيا عن مين؟ هقول له عن اسيا. تمام. طب المحيط الاطلنطي ده بيفصل افريقيا عن مين؟ عندي هنا اهو كده امريكا الشماليه، وتحت هنا كده كده امريكا الجنوبيه. تمام. يبقى بيفصل عن افريقيا المحيط الاطلنطي، امريكا الشماليه وامريكا الايه؟ الجنوبيه. طيب وايه تاني خدناه؟ البحر المتوسط بيفصل افريقيا عن عن مين؟ كل دي كده فوق كده اللي هي مين؟ اوروبا. يبقى انا عندي البحر المتوسط بيفصل افريقيا عن مين؟ عن اوروبا. تمام كده؟ يبقى نقول تاني يا شباب، يبقى عندي البحر الاحمر بيفصل افريقيا عن اسيا، البحر المتوسط بيفصل اوروبا عن افريقيا،
عندي المحيط الاطلنطي ده بيفصل افريقيا عن امريكا الشماليه وامريكا الايه الجنوبيه. الحاجات دي بتيجي صح وغلط، بتيجي اختيارات لازم تبقى عارفها. تمام. يجي مثلا على الخريطه يحط لي هنا كده رقم واحد ويقول لي ده البحر ايه، اقول له ده البحر الاحمر. يحط لي هنا كده رقم اتنين ويقول لي ده البحر ايه، اقول له ده البحر المتوسط. يحط لي هنا كده الرقم ثلاثة ويقول لي دي ايه دي، اقول له ده المحيط الاطلنطي. تمام. الجزئيه دي مهمه جدا، بتيجي في الامتحان، لازم سؤال يجي منها في الامتحان، لازم حضرتك تكون عارفها كويس جدا ومركز فيها جدا. تمام. طب في حاجه يا ميس حضرتك ما قلتليش موجود ايه في الجنوب. اقول لك العلماء قالوا تحت كده على شكل مثلث. ما دام القاره تحت على شكل مثلث انا مش هقول ايه في الجنوب. تمام، ريحك. تمام، يبقى في الجنوب مفيش حاجه، لا يوجد شيء. تمام كده. يبقى انا عرفت زي ما احنا قلنا، من الشرق البحر الاحمر والمحيط الهندي بيفصلها عن اسيا، من الغرب المحيط الاطلنطي بيفصلها عن امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، من الشمال البحر المتوسط وبيفصلها عن اوروبا، في الجنوب مفيش. تمام. هناخد ايه تاني اقول لك. عندي هنا اسيا، تمام، وعندي هنا افريقيا، بيقتربوا من بعض فين؟ اسيا وافريقيا الحته دي كده اسمها باب المندب، مضيق باب المندب، مهمه جدا وبتيجي. تمام. طيب الناحيه التانيه اوروبا وافريقيا بيقربوا من بعض عند مضيق ايه؟ المضيق ده اسمه مضيق جبل طارق. تمام. يبقى اسيا افريقيا مضيق باب المندب، اوروبا افريقيا جبل طارق. تمام. في حاجه ثانيه بيقول لك ايه، افريقيا بتتصل باسيا عن طريق شبه جزيره ايه؟ سيناء اهو. تمام، عن طريق شبه جزيره ايه؟ سيناء، ودي طبعا شبه الجزيره العربيه. تمام كده. يبقى نراجع اللي احنا خدناه بسرعه يا شباب. يبقى انا عندي اول حاجه قاره افريقيا من قارات العالم القديم. ايه هي قاره العالم القديم يا ميس؟ هقول له اسيا واوروبا وافريقيا. طب قارة أفريقيا بتقع فين؟ هقول له تقع وسط قارات العالم القديم. طب من حيث المساحة هي رقم كام؟ هقول له الثانية من حيث المساحة وعدد السكان. طب مساحتها قد إيه يا ميس؟ هقول له مساحتها 20%. طيب الموقع أفريقيا عندي اتنين، موقع جغرافي وموقع فلكي. هنتكلم دلوقتي عن الموقع الجغرافي. احنا قلنا من الشرق البحر الأحمر زي ما قلنا في الشرح، والمحيط الهندي بيفصلها عن مين؟ عن آسيا. تمام؟ طيب في الغرب المحيط الأطلنطي وبيفصلها عن أمريكا الشمالية ومين؟ وأمريكا الجنوبية. تمام. عندي في الشمال البحر المتوسط بيفصلها عن أوروبا، وفي الجنوب مفيش. تمام. في حاجات بتيجي نقط اللي هي إيه؟ أو اختار. بيقول لك تقترب من أفريقيا قارة أوروبا عن مضيق جبل طارق، أبقى أنا عارف. ممكن يجيب لي في الاختيارات مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب، يبقى أنا عارف أفريقيا وأوروبا يبقى جبل طارق. طب افريقيا واسيا يا ميس؟ هقول له مضيق باب المندب. تمام كده. وفي جزئيه مهمه برضك، تتصل افريقيا باسيا عن طريق شبه الجزيره العربيه. كل النقط دي بتيجي في الامتحان، بتيجي نقط، بتيجي اختيارات، لازم تبقى مركز فيها وعارفها. وان شاء الله في الاخر هنلخص الوحدات في ورق بسيط وهنجيب ايه هو اهم الاسئله اللي ممكن تيجي في الامتحانات بامر ربنا. تمام. عندي هنا شبه جزيرة سيناء. تمام. شبه جزيرة سيناء احنا قلنا ايه؟ ان هي بتتصل بآسيا عن طريق شبه جزيرة سيناء. طب شبه جزيرة سيناء دي ليها أهمية؟ أقول له أيوه ليها أهمية حضارية وليها أهمية كمان استراتيجية. طب إيه هي أهميتها الحضارية؟ أهميتها الحضارية إن هي كانت معبر للثقافات. تمام. وكمان كان فيها حضارات. تمام. إيه هي الحضارات دي؟ هقول له زي الحضارة الإسلامية. يبقى عندي أهمية حضارية، يعني دخلت منها ثقافات، دخلت منها حضارات جديدة عن طريق شبه جزيرة سيناء. دخلوا من شبه الجزيرة العربية اللي هي الحضارة الإسلامية. تمام. يبقى عندي شبه جزيرة سيناء ليها أهمية حضارية. ليه؟ لأنها معبر لإيه؟ للثقافات. تمام. والتجارة. تمام. وكمان بيها ثقافات وحضارات. تمام. إيه الحضارات دي؟ هيجي في الامتحان يقول لي ما هي الحضارات اللي عبرت شبه جزيرة سيناء لمصر مثلا وأفريقيا؟ هقول له الحضارة الإيه؟ الإسلامية. تمام. طيب يبقى دي الحضاريه. طب السؤال بيجي ازاي في الامتحان؟ اقول لك السؤال بيجي في الامتحان هيقول لك دلل لشبه جزيره سيناء اهميه حضاريه. يبقى حضرتك هتكتب لي كل ده، هتقول لي شبه جزيره سيناء معبر للثقافات. تمام. والحضارات. تمام. مثل الحضاره الاسلاميه. او يقول لك مثلا ايه الحضارات اللي دخلت سيناء؟ هقول له الحضاره الاسلاميه زي الحضاره الاسلاميه. طب بالنسبه بقى للاهميه الاستراتيجيه، سينا ليها أهمية استراتيجية في إيه؟ استراتيجية يعني حروب. تمام؟ حروب أو أمن. تمام؟ أو سلام.
يبقى عندي بالنسبة للأهمية الاستراتيجية شبه جزيرة سيناء مدخل لمصر، تمام، وأفريقيا. دي المدخل اللي بخش بيه عن طريق مين؟ شبه جزيرة سيناء. لإيه بقى؟ للحملات العسكرية. كل الدول اللي احتلت مصر أو أفريقيا أكترها دخلت من شبه جزيرة سيناء. طيب وإيه تاني؟ إن أنا لازم أحافظ على أمن سيناء. ليه؟ علشان أحافظ على الأمن القومي المصري والأفريقي، تمام. هيقول لي بما تفسر الحفاظ على أمن سيناء ضرورة، تمام. هقول له إيه بقى؟ للحفاظ على الأمن القومي المصري والأفريقي. يبقى السؤال بيجي إزاي؟ هيقول لي بما تفسر الحفاظ على أمن سيناء ضرورة، هقول له للحفاظ على الأمن القومي المصري والأفريقي، تمام. طب إيه السؤال اللي بيجي يا ميس في الجزئية دي؟ هقول لك ما النتائج المترتبة على الموقع الجغرافي لقارة أفريقيا؟ إيه هي النتائج اللي بسبب الموقع الأفريقي، الموقع الجغرافي لقارة أفريقيا اترتب عليه؟ أقول لك التحكم في طرق التجارة العالمية. إزاي؟ هقول لك في مضايق، حضرتك عندك مضايق هنا، تمام. المضايق دي بتاعتك، أي حد يعني أنت من حقك إنك أنت تقفلها أو تخلي حد يعدي منها، تمام كده. فعشان كده ليها موقع جغرافي متميز، ان هي من حقها ان هي ترفض ان اي سفينه تعدي من عندها، لان المضايق دي هي بتملكها. وكمان هنقول قناه السويس بعد كده، تمام كده. يبقى من عندي من الاسئله المهمه اللي بتيجي ما النتائج المترتبه على الموقع الجغرافي لقاره افريقيا؟ التحكم في طرق التجاره العالميه، تمام يا شباب، تمام. نراجعوا الجزئيه دي بسرعه، الناس تركز معايا. يبقى عندي الموقع الجغرافي، تمام، اللي هو ايه من الشرق البحر الاحمر والمحيط الهندي يفصلهما اسيا، الغرب المحيط الاطلنطي يفصلهما امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، الشمال البحر المتوسط يفصلهما اوروبا، في الجنوب مفيش. طب افريقيا بتقترب باوروبا عند مين؟ هقول له عند جبل طارق. طب افريقيا بتقترب من اسيا عند مين؟ هقول له باب المندب. طب شبه جزيره سيناء ليها اهميه حضاريه؟ هقول له ايوه. ايه هي الاهميه الحضاريه لشبه جزيره سيناء؟ معبر للثقافات والحضارات مثل الحضارة الإسلامية. طيب شبه جزيرة سيناء ليها أهمية استراتيجية زي إيه؟ زي إن هي مدخل للحملات العسكرية، ولازم نحافظ على أمن سيناء عشان نحافظ على أمن مصر وأفريقيا، تمام كده يا شباب. وعندي هنا الخريطة بتبين مضيق جبل طارق، وعندي هنا مضيق باب المندب، وعندي هنا الشمال طبعا البحر المتوسط بيفصلها بأوروبا زي ما قلنا، ومن الشرق عندي بيفصلها بالمحيط الهندي والبحر الأحمر، تمام، وبيفصلها عن آسيا مضيق باب المندب. وعندي هنا في الغرب المحيط الأطلنطي بينها وبين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وإن هي أفريقيا موجودة في قلب قارات العالم القديم أو في وسط قارات العالم القديم. عندي آسيا هي موجودة، وعندي أوروبا موجودة برضه، تمام كده يا شباب. وعندي طبعا اللي احنا قلنا عليه أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وعندي هنا ده المحيط الأطلنطي، تمام كده، تمام يا شباب. طيب اتكلمنا كده عن الموقع الفلكي، نتكلم دلوقتي عن ايه؟ عن سوري انا اسف، اتكلمنا عن الموقع الجغرافي، دلوقتي نتكلم عن ايه؟ عن الموقع الفلكي. الموقع الفلكي ده اللي انا برسمه على الخريطه، او العلماء هم اللي بيرسموه على الخريطه، تمام. طيب ايه هو الموقع الفلكي؟ انا ممكن اعرف اكتب ايه هو الموقع الفلكي بسهوله، تمام. اللي هو ايه بقى؟ النسبه بين الخطوط الطول ودوائر العرض. طب انا احفظ ايه يا ميس؟ تحفظ لي اسم الموقع الفلكي. ليه؟ لان في الامتحان عاده بيقول لك ايه؟ الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض ماذا يقصد به؟ انت لو مش فاكر اسم الموقع الفلكي مش هتعرف تجاوب. يبقى انا لازم ابقى عارف اسم الموقع الفلكي، تمام كده، لازم ابقى عارف اسمه. لكن التعريف نفسه انا ممكن اكتبه، ما دام فهمت الموقع الفلكي اسمه ايه يبقى انا ممكن اكتبه. يبقى انا لازم اركز على اسم التعريف اكتر من ايه؟ من التعريف نفسه، لان انا ما دام فهمت التعريف هقدر اكتبه بسهوله. يبقى عندي الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول، تمام، دي خطوط الطول دي كده، تمام، ودوائر العرض، تمام. طيب يمر بيها خط جرينتش، ده خط طول رئيسي، درجته كام يا شباب؟ صفر. طب ايه الدوائر العرض بقى؟ عندي دائرة الاستواء، وعندي مدار الستان، وعندي مدار الجدي، تمام. عندي في النص هنا كده بيقسم افريقيا اللي هو ايه؟ دائرة الاستواء. دائرة الاستواء اي حاجة في النص موجودة عند دائرة الاستواء تبقى حر جدا، تمام. يبقى دائرة الاستواء اي حاجة قريبة منها تبقى حر جدا، درجة الحرارة عالية جدا شتاء طول العام. طب انا لو طلعت فوق شوية عندي ايه هنا؟ عندي هنا مدار السرطان، تمام. طب لو نزلت تحت شويه كده عندي هنا مدار الجدي، تمام. وعندي طبعا فوق هنا الدائره القطبيه الشماليه، وتحت هنا الدائره القطبيه الجنوبيه طبعا المتجمده، تمام كده.
يبقى عندي دوائر العرض اللي موجوده في افريقيا بس 3، اللي هي في النص دي كده اللي هي ايه؟ دائره الاستواء. تمام. فوق كده مدار السرطان، تحت كده مدار ايه يا شباب؟ مدار الجدي. تمام كده يا شباب. طب خط الاستواء، عندي خط الاستواء بيقسم لي الكره الارضيه كلها لتلت والايه؟ والتلتين. طب يا ميس، ايه السؤال اللي بيجي في الحته دي؟ هقول له ما النتائج المترتبه على الموقع الفلكي لقاره افريقيا؟ هقول له ادى الى تنوع المناخ. ليه؟ هو ماله؟ هقول لك. لو انت جيت هنا، تمام، هتلاقي هنا غابات استوائيه. ليه؟ عشان انا عندي ايه؟ دائره الاستواء ودرجتها صفر على فكره. المكان ده بيبقى حر جدا الشتاء طول العام. طب انا لما باجي اطلع فوق شويه درجه الحراره بتقل، الشتاء بيقل، الدنيا بتهدى. اقدر هنا ازرع زرع ما اقدرش ازرعه هنا. زي ايه؟ قال لك مثلا القصب بيحتاج مثلا لدرجه حراره عاليه جدا، ما ينفعش ازرعه في اوروبا. يعني فوق هنا في اوروبا ما ينفعش ازرعه في اوروبا. تمام. اقدر ازرعه فين؟ في افريقيا. اقدر ازرع في اوروبا البنجر، ما اقدرش ازرعه في افريقيا. يبقى انا عندي درجه الحراره بتخليني المناخ يتنوع، فلما المناخ يتنوع يبقى كمان النباتات هتتنوع. لما يبقى في نباتات متنوعه هيبقى في حيوانات كمان متنوعه على حسب الاطعمه اللي هي بتاكلها. تمام كده يا شباب. الناس تركز معايا، كل الاسئله دي انا هلمها في الاخر، فالناس تركز معايا كويس. تمام. يبقى هيقول لي ما النتائج المترتبه على الموقع الفلكي؟ هقول له 1 تنوع المناخ، 2 تنوع النباتات والحيوانات، وكمان المحاصيل